جيبي هاد المول الأسطوري وحبة بيض وروحي نحضروا أحلى كيكة ممكن تجربيها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. اليوم راح نحضر معكم هذه الكيكة الرائعة، مكونات بسيطة والأهم بنينة. ما نطولش عليكم ونروحوا نبداو بسم الله على بركة الله. عندي في إناء نحطو قرصة تاع الملح مع حبة تاع البيض بدرجة حرارة الغرفة، خرجتها أنايا ساعتين من قبل من الثلاجة، ونروح نضربها بالخلاط الكهربائي مع فنجان تاع لاتاي سكر حتى يولي لنا هذا الخليط ابيض. نضيف ايضا كأس تاع لاتاي، فنجان تاع لاتاي زيت، وحطيت هذا الزيت تدريجيا مع الخلط المستمر. من بعد نضيف ملعقة صغيرة تاع لافاني وفنجان تاع الماء اللي حطيته ايضا تدريجيا، ماء عادي جدا من الحنفية، ممكن نحطو الحليب. نخلط مليح الكل مع بعض ونروح نضيف لهم النواشف. عندي 3 كيسان تاع الشاي فارينة اللي غربلتهم مليح وضفتهم دفعات مع كيس تاع خميرة كيميائية وزن 10 غرام. ومن بعد ما ينسجموا كامل مع بعض نضيف ملعقة كبيرة خل عادي اللي راح يعطينا راح تعطينا هذه الملعقة تاع الخل خفة للكيكة تاعنا. نخلط مليح ونروح نجيب ورق الطبخ اللي حطيته في المول الأسطوري تاعي بهذا الشكل باه نتفادى تلصق معايا الكيكة. نفرغ الخليط تاعي في المول ونروح نطلع الخليط على الأطراف بهذا الشكل علاه باه تجيني الكيكة نوعا ما مستوية من الفوق، يعني ما تجيش طالعة في الوسط ومن الأطراف من الجناب تكون هابطة. نخبطها 3 خطرات حتى يطلع منها قاع هذاك الهواء، الفقاعات اللي جو فيها، ونروح ندخلها طيب على نار قليلة من الأسفل، وكي تنشف من السطح نشعل عليها من الفوق تحمر مليح ونطفي عليها. نخليها في الفرن مدة 5 حتى ل10 دقائق باش ما تهبطش معايا كي نخرجوها، ونخلوها تبرد مليح. في هذه الأثناء نحضر السيرو اللي نشربوا به هذه الكيكة. في كسرونة عندي كاس تاع لاتاي سكر مع 2 كيسان تاع لاتاي ماء، نحطهم فوق النار يغلو مليح حوالي 5 دقائق ونطفي عليهم. من بعد نحضر ايضا كريمة الشونتيي. في اناء نحط كاس بودرة شونتيي مع كاس غير ربع ماء بارد جدا، وكإضافة حطيت ملعقة كبيرة تاع كراميل، كما تقدروا تحطوا شوكولاتة على الطلي وإليكم الاختيار. رحت طلعتهم مع بعض حتى تضاعف الحجم تاع هاد الكريمة. ها بجنب ونجيب الكيكة تاعي من بعد ما بردت مليح نقسمها في الوسط إلى 2، ونجيب المول الأسطوري تاعي نفرش له ورق الطبخ ونبدا نوطي في الكيكة. نحط الجهة العلوية هي من الأسفل، هي اللي راح تكون القاعدة. نشربها مليح بالسيرو اللي حضرناه، ونجيب الكريمة نحطها في الوسط بهذا الشكل، نديرو تور هكا مع الحاشية، ونروح نعدلها في الوسط بهذا الشكل، ونفرغ فيها كمية من قطع الفراولة ولا أي فواكه تكون عندكم كما قادر تستغنوا عليها. نجيب الطبقة الثانية نشربها مليح، من بعد نروح نحطها فوق الطبقة الأولى، نعدل الكريمة وندخل الكيكة تاعي في المجمد تشد روحها مليح. من بعد نخرجها ونروح نزينها، نغلفها كامل بالكريمة من السطح ومن الأطراف جيدا بهذا الشكل، ونحط لها في الأطراف كمية من الكاوكاو المحمص والمرحي خشين بهذا الشكل. أما من السطح حبيت نزينها بهذه الكريمة دي غوزاس كيما هكا، ورحت جبت كمية تاع الكراميل حطيتها في الوسط وزينتها بقطع الفراولة، وحطيت لها أيضا كمية من جوز كان عندي أنا فتته غير بيدي، كسرته غير بيدي، وكمية من شوكولاتة تاع الطلي. يعني التزيين أذواق واختياري. قولوا لي واش رايكم فيها؟ جات روعة، سهلة سريعة، مكونات اقتصادية، يعني بالموجود تقدروا تحضروا أحلى من هذه. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. نتمنى الوصفة تاع اليوم تنال إعجابكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسونيش بالجام والبارتاج وتشتركوا في القناة، وسلام.